بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. فيديو النهاردة هكلمكم برضو. هو بالحظ يعني. هو انا امبارح كنت عامل فيديو واتكلمت فيه عن كابتن ميدو. فالحظ ان هو امبارح انا لسه بتكلم على هبدها في بوست شهر 12 اللي فات لما قال الزمالك هياخد الدوري وبتاع وتالت مرة على التوالي والهجس ده. فطلع علينا بقى امبارح يهجس تهجيزة تانية. تمام. في البرنامج بتاعه كان مستضيف الكابتن وائل رياض شيتوس، نجم الاهلي. تمام. وقال له حاجة غريبة كده يعني. تعالوا نسمعها. قال ايه كده عشان انا بحب اشارككم معايا في الكلام ده. فتعالوا نسمع هو قال ايه. لا الزمالك خد 6 بطولات في موسم واحد. 2001 اعتقد في لما وصل كاس العالم للانديه. طيب يعني ما اعرفش الخبر ده. لا ده حقيقي. ما زعلش يعني. هو 6 بطولات والله. ايه 6 بطولات؟ والله رجعوا لي ال6 بطولات. اول نادي في العالم ياخد 6 بطولات في موسم اللي هو ايه؟ والله خبر حقيقي. ما انا كملها ايه ده؟ قول لي. والله خبر حقيقي. انت بتقول ان الزمالك اخد 6 بطولات. تمام. والله خبر حقيقي. فالراجل اللي قدامك ما استقبلش اللي انت قلته. تمام. فبيقول لك ايه هم ال6 بطولات فانت مش عارف ترد اصلا. معلش يعني. هو انت لو عايز اصلا تطلع تنخع النخعه دي يا كابتن ميدو، وانت المفروض ان انت مذيع. تمام. حضر يعني يا راجل. حضر اللي انت هتقوله. انت حتى مش محضر. انت مش عارف انت بتقول ايه. طب يعني انت يعني انت بتقول اي كلام. تمام. كابتن ميدو لو سمحت كفايه هجس لو سمحت. ولو انت يا كابتن ميدو ما حضرتش للي انت هتقوله، انا اعمل لك ب 3 جنيه سيرش ما تزوقيني يا ماما اوام يا ماما من على النت. نجيب الحقيقة يعني. فككم من نخع 6 بطولات. بص يا كابتن ميدو، اولا نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك بتقول ان هي فازت ب7 بطولات مش 6 بطولات. اولا يعني انت جماهيرك بتقول ان هي فازت ب7 بطولات وحققوا انجاز تاريخي. انتوا اصلا ما تعرفوش الفرق ما بين الموسم الرياضي وال 365 يوم اللي بتجيبوا فيها بطولات. وحتى ال 365 يوم انتوا ما جبتوش فيها ال7 بطولات مع بعض. واقول لكم على حاجه. البطولات اللي انتوا بتقولوا عليها اصلا فيها بطولات وديه. ده انتوا يعني ما في. انتوا في البلاله. يعني انتوا في البلاله ما تعرفوش حاجه. بص يا كابتن ميدو، هقول لك بالظبط البطولات، ودي مني ليك هديه والجماهير نادي الزمالك كلها والنادي الزمالك. بص، نادي الزمالك حقق بطولة الدوري 2003 وكان محقق الكاس بتاع 2002. ادي كده بطولتين اللي انتوا بتقولوا عليهم. تمام. وحقق افريقيا 2002 وحقق البطولة العربية 2003 والسوبر المحلي 2002 والسوبر الافريقي 2003 والسوبر المصري السعودي 2003. ادي ال7 بطولات اللي انتوا بتقعدوا تهروا وتقولوا ان انتوا كسبتوهم في موسم واحد واول نادي يعمل الانجاز التاريخي ده. بلح. ما عملتوش كده اصلا. في 2003 وفي 2002 وفي بطولات ودية. لو على البطولات الودية
انا كنادي الاهلي اروح اعمل لك سوبر مصري سوداني واكسبه، واعمل سوبر مصري سعودي، وسوبر مصري تونسي، وسوبر مصري مغربي، وتعالى نشوف جيبوتي هو في ايه، واعمل لك بقى ده انا اجيب لك 20 رقم اعمل لك 20 بطولة بقى في السنة. ايه يا عم؟ اي كلام، اي كلام بتقولوه. مفيش 7 ألقاب يا جماعة في موسم واحد، ودي كدبة. وانا كنت طالع اعمل الفيديو ده عشان اوضح الفكرة دي، ان الكلام اللي هم بيقولوه غلط. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. وكمان بقى عشان يكملوا الهبد اللي هم بيهبدوه، طلع علينا المستشار مرتضى منصور يقول لنا شيء جديد، اللي هو اصلا مش رئيس نادي الزمالك. هو هو قبل كده كان نصب نفسه رئيس الاشتراكات. يعني مرتضى منصور عمل ان هو بقى رئيس الاشتراكات. يوميها يوم ما عمل كده الهستيري اللي هو الزملكاوي طلع هيتجن. الواد كان هيتجن اقسم بالله. فالمهم اللي مش رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور طلع يهبد النهارده ويقول حاجه كده، فتعالوا نسمعها. زي ما قلت لك قبل كده يا محمود الخطيب، هديتي ليك كهرباء ولع فيك، هديتي ليك امام عاشور، نفس سلوكياته. قول له انت لو راجل قول عربيتك مين ولع حالك. بيقول للكابتن محمود الخطيب هديتي ليك زي ما كانت هديتي ليك كهرباء، هديتي ليك امام عاشور ومش عارف ايه، على اساس ان كهرباء مثلا. بقول لك ايه، كهرباء واخد عد البطولات يا مرتضى يا راجل. ده الراجل ده الولد فاق وشه كده نور بعد اللي انت عملته فيه وقعدته. يعني اي لعيب كان بطل كوره. الولا يعني لعيب بيعافر وقد المعافره ويعني وفاز عليها وفاز عليك. تمام. فانت هديتك ايه يا عم؟ هو اصلا مش لعيب عندك والله. امام عاشور كوبري، وكهربا قبل كده كان كوبري. هو انتوا نادي الكباري ولا ايه؟ كوبري ايه وهديه ايه؟ انت ولا تعرف تعمل حاجه. لعيب انت بعته، ناس بتتفاوض معاه، ده ان صح الكلام. وامام عاشور جه الاهلي، اللي انا مش متاكد لحد دلوقتي 100%. لما امام عاشور يتصور بتشيرت النادي الاهلي ويتعمل له جلسه التصوير، هقول لك ان امام عاشور لاعب في النادي الاهلي. لحد دلوقتي انا مش مقتنع بالكلام ده. دي تاني هبده، بس جت النهارده كده. يعني هو طلع هبد وخلاص. فحظه جه معانا كده بقى ان هو يدخل معانا في الفيديو، بس معلش هما اللي بيجيبوه من نفسهم. فانا بطلع بس يعني انا بشوف حاجه فبطلع انا ببقى مستغربها. ويا ريت تشاركوني، يعني لو اللي انا بقوله ده غلط قولوا لي. وارجو من حضراتكم الفولو واللايكات. وقناتي على اليوتيوب موجوده يا جماعه، هتلاقوا اللينك بتاعها في الصفحه برضو، بينزل عليها كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. وشكرا ليكم وسلام.